رجعنا تاني مع بعض وانضم لي كابتن عادل مصطفى نجم نادي امبي ونادي امبي مظلوم شويه اعلاميا، فرقه بتمثل مصر في افريقيا. كلنا مهتمين بالاهلي والزمالك ويعني مش مهتمين بامبي، فلازم امبي برضه يبقى على نفس قدر الاهتمام. وان شاء الله زي ما قلنا ان امبي يعدي المباراه اللي جايه، وهو عمل نتيجه ايجابيه كويسه جدا في بوروندي. ازيك يا عادل؟ ازيك كريم؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. يعني مش عارفين ايه اللي حصل لكم في بوروندي، سافرتوا ازاي؟ واجهتوا مشاكل هناك ولا ما واجهتوش؟ يعني سفرية صعبه شويه. حسينا كده ان انتوا في السر، مش عارف ليه الناس مش مهتمه بامبي رغم ان برضو الكونفدراليه بطوله كويسه في افريقيا يعني. بطوله معتمده وانديه كبيره خدتها قبل كده. ما اعرفش، هو ممكن يكون الاحوال دلوقتي في البلد يعني مش مخلي الناس متابعه قوي، بس هي كانت سفريه كانت متعبه شويه. يعني كان 3 ايام صعبين قوي علينا من السفريه كلها، كان الوقت طويل وكان في صعوبات في السفريه شويه. كان دايركت على طول ولا رحت لا، كان في كذا ترانزيت. كان في 42 ترانزيت كتير قوي يعني. بس لا، البلد هناك رحتوا فين؟ احكي لي طيب، قول لي بالتفصيل. السودان، كينيا، رواندا، بوروندي والعكس بقى. يعني وانتوا من مصر السودان وبعدين السودان كينيا بوروندي. بس هناك الاوتيل يعني الجو هناك البلد على قدها شويه والطبيعه كويسه وكل حاجه، بس الجو هناك امكانيات محدوده جدا. انا ما رحتش بوروندي، رحت رواندا. عانينا شويه. لا، رواندا يعني بالنسبه لها انجلترا يعني. بس فكان يعني كان في شويه يعني صعوبات السفريه، بس الحمد لله ادينا بشكل كويس وطلعنا بنتيجه كويسه الحمد لله، يعني تساعدنا في اللقاء اللي هنا ان شاء الله. قول لي يعني الملعب كان عامل ازاي؟ الجو عايزين نعرف عملتوا ايه هناك يعني. الجو كان ملعب نجيل صناعي، بس والجو كان حر جدا. ونجيل يعني ما كانش كويس برضه. نجيل صناعي المفروض ان هو يبقى متفوق كده، بس كان في مطبات في الملعب، وكان يعني كان في ظروف كتيره ما كانتش كويسه. بس الحمد لله احنا مركزين قوي في البطوله دي. مفيش اي نشاط في مصر دلوقتي. ايوه. فيعني بنحاول بقدر الامكان نبقى موجودين في البطوله. احنا عندنا طموح ان احنا ناخد البطوله. احنا من السنه اللي فاتت وصلنا سيمي فاينل وخرجنا. السنه اللي قبل اللي فاتت يعني اللي كنا بنلعب سيمي فاينل. البطوله اللي قبل اللي فاتت لعبنا سيمي فاينل وكنا قريبين قوي الفاينل. ان شاء الله السنه دي يبقى يعني تبقى حظنا اوفر فيها، وان احنا كلنا مركزين. كمان كابتن حسام مركز جدا في البطوله وعنده هدف ان احنا ناخد البطوله دي. واحنا كلنا بنسعى ورا الهدف دوت. ومشكله ثانيه كمان، انت لو لا قدر الله حصل حاجه وخرجت، احنا عندنا طموح ان احنا نبقى مكملين عشان على الاقل نحافظ على مستوانا يعني ان شاء الله. بالظبط. طيب عادل، عايزك تحكي لنا عن المباراه هناك وفريق ليدي اكاديميك من يعني مستواها الفني. هل فرقه كويسه، فرقه متوسطه المستوى، فرقه عندها مشاكل فنيه في الملعب؟ وعايز اعرف برضو التشكيل اللي انتوا بداتوا بيه اللقاء فريق امبي. لا، هي المباريات الدور الاول دي كلها بتبقى يعني ممكن تبقى فريق كبير وتخرج، وممكن تبقى فرقه صغيره يعني تعمل مفاجاه. ما بتبقاش ليها مقاييس قوي، ليها مقاييسها ان انت بتشتغل، وبتبقى اغلبيه الفرق ما بتبقاش معروفه قوي، ما بتبقاش مصنفه. انت بالنسبه لهم ممكن ما تبقاش مصنف برضه، مش بطل في مصر يعني، مش بطل بطوله الدوري يعني. هو مش بطل الدوري، هو بطل الكاس مفروض ده بالظبط. فانت مش مصنف قوي، وممكن تلاقي فرقه واخده كاس مش موجوده في الدوري الممتاز اصلا. فيعني بيبقى في شويه صعوبات كده بتعدي يعني في الادوار اللي بعد كده يعني. لما الاقي بقى دور 8 وكده الدنيا بتبان شويه. طب انتوا في الملعب هل يعني فرقه كويسه؟ فرقه كويسه يعني، ولا فرقه عاديه ما تخافش منها ولا ايه؟ لا، مفيش حاجه. بص، مفيش حاجه اسمها فرقه عاديه او فرقه. ممكن تبقى فرقه قويه جدا وانت تبقى مركز معاها قوي وتكسبها سهل جدا، وممكن تبقى فرقه اقل منك وانت استهترت بيها ممكن تلاقي نفسك خرجت بره البطوله. فمالهاش علاقه يعني. انت شفتهم ايه في المباراه؟ يعني فرقه معقوله يعني، مش فرقه كويسه قوي، ومش فرقه سيئه يعني، فرقه معقوله. ايه الحاجات اللي بتميزهم يا عادل؟ هم عندهم فيرود كويس، وعندهم لعيب في نص ملعب كويس، وعندهم باك رايت كويس. ويعني مجملا مش وحشين يعني، مش شايفهم وحشين، مش فرقه وحشه. دفاعيا يعني. ايه يعني؟ هو كان المباراه كانت سجال يعني، احنا كنا ممكن نكسب الشوط الاول 2-3، بس ما حصلش نصيب، دخل فينا جون وبعد كده عوضنا. هي المباراه دي مالهاش مقاييس. انت ممكن تكسب، ممكن تتغلب بره مصر وتكسب بره جوه مصر كتير، والعكس يعني. حاجات مالهاش مقاييس يعني. بداتوا المباراه كان تشكيل مين؟ كان علي لطفي وعمرو فهيم ومانو وناصف واحمد يونس. احمد يونس ده لاعب صغير. لاعب صغير. باك رايت. مواليد 91. لا، هو اصلا مساك فيلعب باك رايت عشان ما كانش فيه، كان اسامه رجب مصاب، وكان محمد صبحي ومحمد شعبان وحلواني وصالح جمعه واحمد عبد الظاهر واحمد رؤوف. احمد عبد الظاهر انت ما بداتش اللقاء؟ لا، نزلت مكان صالح. نزلت الشوط الثاني؟ نزلت في الدقيقه 15 كده او حاجه. وكان التغييرات الثانيه ايه غيرك؟ ديفونيه مكان رؤوف، وكان ديارة مكان حلواني. ديارة ده لاعب جديد صح؟ مالي اللي هو كان في المصري وبعدين رايح اختبارات في المصري. لعيب كويس؟ لعيب هيبقى يعني مستقبلا هيبقى كويس. مهاجم ولا نص ملعب؟ لا، مهاجم.
والمباراه مشيت 1-0 لغايه الدقيقه 90. سمعنا ان في ضربه جزاء جت عرقله احمد عبد الظاهر، وانت يعني ما شاء الله دخلت حرصت احنا كان لنا ضربتين جزاء جوه الجيم اصلا بس ما اتحسبوش، ودي اتحسبت الحمد لله يعني. بس هو الجيم احنا كنا ممكن نخلص الشوط الاولاني، كنا ممكن نطلع بنتيجه كويسه، بس يعني هو ما كان في سوء حظ شويه يعني. كان في جمهور بقى كتير وكده ولا يعني اللي موجودين في البلد يعني بسيط؟ ناس هم مش كرويين قوي، فيعني بسيط. الحكام ما كانوش شكلك من كلامك كده، الحكام ما كانوش كويسين؟ لا كويسين. الحكام كانوا ضربتين جزاء بس بص في حاجات يعني في افريقيا مش كل حاجه بتتحسب يعني. بس يعني هم يعني مش متعمدين ان هم ما يحسبوش حاجه يعني. مش سيئين يعني. مباراة العودة والمباراة هتتلعب في استاد جهاز الرياضة وبدون جمهور حسب طبعا الأمن لما سمعنا لغاية دلوقتي يعني. لغاية دلوقتي بدون جمهور. كابتن حسام يعني مرنكوا على ايه؟ اتكلم معاكم في ايه بالنسبة للماتش الجاي؟ لا احنا بنتمرن الفترة اللي فاتت دي كلها بنتمرن بدني شوية. وكابتن حسام يعني عندنا مباراة ودية بعد بكرة إن شاء الله يعني. واعتقد ان التكتيك هيبدا بقى لما اللعيبه كلها تتجمع. في لعيبه في المنتخب الاول. مين في المنتخب؟ احمد عبد الظاهر وناصف، وكان في لعيبه في المنتخب الاولمبي برضو. فلسه برضو ما تجمعناش قوي. لما نتجمع كلنا اكيد التكتيك هيبان ويبقى في شغل. كابتن حسام يعني بيحاول يمرن قبلها بفتره على التكتيك اللي هنلعب بيه المباراه، وبيحاول يوضح يعني ملامح التشكيل. بس يعني الناس كلها بتبقى مركزه يعني. ان شاء الله نادي امبي يعدي فريق ليديا اكاديميك بطل بروندي. في طريقكم مين؟ في طريقنا هنلعب كسبان من بطل تشاد وبطل مالي ان شاء الله. بطل تشاد وبطل مالي. نتيجه 3-2. المباراه الاولانيه كانت في تشاد، بطل تشاد كسب 3-2. يعني بطل تشاد هيخرج. ما تعرفش، مفيش حاجه مضمونه يعني. مفيش حاجه، ممكن في مشاكل في مالي دلوقتي برضو، في حرب هناك في مشاكل داخليه زينا يعني. لا يعني بس احنا ان شاء الله يعني هناك في انقلاب عسكري وفي قصه كده ومتمردين ومش عارف ايه، طريقه افظع شويه يعني. احنا هم هناك ممكن يكونوا فاهمين حاجه، احنا هنا برضو مش فاهمين حاجه شويه يعني. احنا كلاعيبه مش فاهمين حاجه، ما حدش فاهم حاجه يعني. من ناحيه سياسيه يعني. سياسيه ورياضيه وكل حاجه. والرياضه دخلت في السياسه دلوقتي بشكل يعني مش عايزين نتطرق لحاجه احنا لا هنتكلم عادي. انت يعني كلاعب برضه في نادي امبي يعني شايف الوضع ايه بالنسبه لالغاء الدوري ومفيش كوره؟ طبعا حاجه بعد مباراه الاهلي والمصري والكلام ده. هو طبعا احداث مؤسفه طبعا في مباراه الاهلي والمصري دي حاجه يعني الناس كلها كانت حاجه مفزعه بالنسبه لنا كلنا. بس المشكله يعني طبعا يعني ربنا يرحم الشهداء كلهم وربنا يحتسبهم شهداء. بس المشكله انت ما فهمتش حاجه يعني. بعد المجزره دي ما حصلت ما حدش اتحاسب، ما حدش خد حقه بسرعه. المشكله احنا برضو الامور بتبقى مفتوحه كده عايمه، بيسيبها لك فتره طويله، وبعد الفتره الطويله بتبدا تاخد قرارات، والقرارات دي بتنعكس على ناس تانية. يعني انت برضو في ناس كتير قوي حالها هتوقف في الكوره يعني. مش اللعيبه بس، المشكله ان الناس باصه للكوره ان هم لعيبه بس. في الرياضه فيها لعيبه وفيها مدربين وفيها عمال اوضه لبس وفيها عمال وفيها سواقين للفرقه وفيها مدلكين، فيها حاجات كتير او منظومه، في ناس كتير جدا يعني. وفي قنوات وفي مصورين في كل حاجه، وفي امن وفي ناس بتبيع تذاكر بتاع البوفيه اللي في البرنامج بيبقى موجود في البرنامج ده، بياكل عيش من الرياضه الاستاد والناس الناس بتتعامل مع الحدث ان هو لعيب كوره وبياخد فلوس هي المشكله مش في كده. المشكله ان مش ما بتتعاملش مع شخص، انت بتتعامل مع منظومه فيها قطاع كبير، فيها عدد كبير جدا. وبعدين ناشئين، بتتكلم ناشئ مثلا عنده 18 سنه ولا 17 سنه، هو ايه ذنبه ان هو في البيت؟ ده على الاقل هو يعني انت شايف ان الدوري ما كانش يتلغي يا عادل؟ لا مش يتلغي. بص هو المشكله برضو ان انت في حاجات كتير جدا مش مفهومه. عارف انت برضو لما تيجي تتكلم مع حد يقول لك طب ما انت لو انت برضو واحد من قرايبك مات ولا اخوك مات كنت وقفت اتكلمت. هي النقطه كلها ان انت يعني في حاجات مش مفهومه، في حاجات انت مش المفروض تاخد في قرارات كانت تتاخد بدري، ما تبقاش سايبين الموضوع كله شهرين ثلاثه وبعد كده تقول لا اصل احنا ما خدناش. طب ما انت تاخد قرار الاول. أيوة. خد قرار عشان الدنيا، عشان الناس تعرف تعمل عليها. احنا ما عارفش، احنا دلوقتي مش عارف تعمل على حاجه يعني. الدنيا موقوفه ومحدش فاهم الدنيا الدوري وقف خلاص، بس ما فيش حاجه اتاخدت. والخوف مش من السنه دي اصلا، الخوف من السنه الجايه. يعني عندها دلوقتي السنه الجايه في مؤشرات الدوري يتلعب. والله لسه مش باين حاجه، والله يعني ما فيش حاجه باينه وكل شيء وارد. مستنيين انتخابات الرئاسه، مستنيين الدنيا تستقر. احنا ماشيين بقى يعني ربنا يسهل بقى. الدنيا مشيت ما مشيتش خلاص، ما فيش حاجه باينه، مفيش حاجه واضحه يعني. بس فدي حاجات يعني من الحاجات اللي مضايقاني يعني. طيب انتوا بتتعاملوا في امبي ازاي يعني؟ زي ما انت بتقول النشاط متوقف. امبي نادي من الثلاث انديه اللي بيشترك في بطولات افريقيا. من الناحيه الماديه بتتعاملوا ازاي مع اداره نادي امبي؟ والله لسه يعني في حاجات يعني اكيد ليك مستحقات. لينا مستحقات متاخره اكيد. مش متاخره، بس يعني عادي. في مكافئات، في حاجات بتتصرف وفي حاجات بتستنى عليها، بتشوف الدنيا فيها ايه. بس الطبيعي ان في معظم الانديه مستنيه. انا قصدي على العقود
ما هي العقود خدتوا نسبه قد ايه لغايه دلوقتي من عقودكم؟ في يعني اخدنا جزء كبير من فلوسنا، وفي جزء فاضل، والاداره ما فيش مشاكل فيها. احنا ما عندناش مشكله في الحاجات في الماديات دلوقتي ايوه يعني. بس في برضه مشكله، انت هتعامل اللعيب على ايه؟ على اي اساس؟ واللعيب هيتعامل معاك على اي اساس؟ في انديه تقول لك انا هتراضى مع اللعيب، وفي لعيب يقول لك لا انا مش موافق، انا مش موافق، وفي نادي يقول لك انا موافق. فحاجات كلها يعني ما فيش حاجه باينه، مفيش حاجه واضحه. بس احنا عندنا يعني ادفانتج شويه، ان احنا والاهلي والزمالك عندنا افريقيا فمكملين، فممكن ده يبقى حافز لينا. بس هي جت يعني ببلدي كده خراب على مصر كلها يعني. طبعا. طيب عادل، عايز اتكلم في تغيير نادي امبي السنه دي للمدربين. يعني الكابتن مختار هو اللي بدا الموسم وخد كاس مصر مع نادي امبي في البدايه، وقلنا ان امبي خلاص يعني هيبدا يبص منافسه على الدوري، وبعد ما فاز على نادي الزمالك وعمل بطوله كاس بشكل كويس جدا. مظبوط. جه حصل شويه تذبذب كده في النتائج، والامور ما مشيتش بشكل كويس مع كابتن مختار، وانتوا كنت حاسس ان في نشوه زياده، في فرحه بعد الفوز؟ لا، وكان كان في سوء توفيق غريب في حاجات كتير جدا بعد الكاس. انت عارف الماتش نقطه التحول بالنسبه لكم ايه؟ ماتش الجونه. احنا ماتش الجونه تكسب الماتش 3-1 كان 3-1 ولغايه اخر 7 دقايق، واحنا جبنا جولين يعني الجون الثاني المساك بتاعنا ده الفيرو بتاعهم، والجون الثالث احنا اللي جايبين في نفسنا. ابو جاب انا فاكر هو الماتش، فهو ده الماتش اللي عمل التغييرات دي كلها. بس هي كان في سوء توفيق غريب، زي ما كان في توفيق في مباراه الكاس كلها. كان في عندنا توفيق كبير جدا، التوفيق ده قل خالص او شبه انعدم في مباراه الدوري. جه خط كامل خط الديفنس كله متعور، عبد الظاهر السقا وعمرو اسامه ومانو ونصف واتطرد 4 ماتشات فكان في سوء توفيق يعني بيلازم الفرقه قوي، ويعني خلاص، وهي ممكن يكون كان التغيير كان هو الحل. اكيد طبعا في الاداره هي بتبقى شايفه حاجه زي كده، وكابتن حسام بدري جه في وقت ولعبنا ماتشات وكسبنا 6 ماتشات من 7 ماتشات لعبناهم، وكان في توفيق كبير جدا. هي الامور كله فيه ليه علاقه بالتوفيق. طيب يعني عايز اعرف ايه اللي اختلف، ايه الفرق ما بين كابتن مختار وكابتن حسام بدري؟ بص، كابتن حسام ليه السمات الشخصيه في التعامل مع اللاعبين. كل واحد ليه فكر. كابتن مختار ليه فكر بيطبقه، وكابتن حسام ليه فكر بيطبقه، وكل واحد ناجح في يعني هم مدرستين مختلفتين شويه. ايوه. بس كل واحد ناجح في مدرسته. كابتن مختار مدرسته ايه؟ كابتن مختار ممكن يكون يعني بيعتمد على المهاره شويه، يعني على فكر اللاعب جوه الملعب شويه. كابتن حسام كابتن حسام تكتيك وملتزم، وهو ناجح في ده. انا شايف ان كابتن حسام ناجح في ان هو يبقى الفرقه ملتزمه. احنا ممكن نكون ملتزمين شويه، وكل واحد ليه مدرسته بيمشي عليها يعني في واحد بينجح في المدرسه دي، وواحد بينجح في المدرسه دي. كابتن مختار كان ناجح في مدرسته، ان هو قادر يخلي يعني يبقى انت عندك نزعه في كوره اكتر. كابتن حسام عنده التزام اكتر. ممكن في وقت الاوقات الالتزام ده هو اللي بيساندك، وممكن في وقت كبير قوي المهاره هي اللي بتساندك. فكل واحد ناجح في مدرسته. انا كنت شايف ان كابتن مختار ناجح، بس كان في سوء توفيق شويه معاه شويه في المباريات الاولانيه. وكابتن حسام برده ناجح في التكتيك اللي هو بيعمله، وانا شايف ان هو الراجل لعب 7 ماتشات وكسب 6 ماتشات منهم. اتغلبنا بس مباراه المصري بورسعيد في اخر دقيقه. ايوه. وبس والحمد لله هم مكملين في افريقيا، وربنا يكرم ونكمل ان شاء الله يعني. عادل، انت في محطات كتير في حياتك، يعني برضه عايزين نعرف المشاهدين، انت لعبت في انديه كتير. انت بدات في نادي الشمس، اهلي، احكي لي بقى القصه من الاول يعني عشان نمسكها واحده واحده كده وانت صغير. يعني اول كان انضميت للشمس وانت عندك كام سنه؟ 13 سنه مع كابتن علي يونس. كنت 14 سنه ونص. كابتن حسن شحاته طلعني درجه اولى لما كان ماسك الشمس. كان عندك 14 ونص. كان عندي 14 سنه ونص. طب قبل ما تحكي القصه بقى من الاول خالص، نروح للكابتن حسام البدري الاول، يعني نطمن منه على فريق امبي كده، ويعني نقف جنبه ووراه ان شاء الله عشان يعدي العقبه اللي جايه. ازيك يا كابتن حسام؟ مساء الخير يا كريم، ازي الصحه؟ الله يخليك. ازيك يا كابتن؟ كله تمام؟ الله يخليك، الحمد لله. الحمد لله. معايا عادل مصطفى يعني هنا. تحياتي لعادل طبعا. طبعا. الله يخليك كابتن. يعني يروح بدري ما خلاص يا كابتن، احنا قدامنا تلت ساعه وهوصله لك لغايه البيت. بس هو ملتزم يا كابتن بصراحه، يعني هو من الشخصيات الملتزمه. طبعا ملتزم. كابتن حسام، عايزين نطمن. لسه كنت بسال عادل من شويه على الفريق ليديا اكاديميك اللي نادي امبي هيلاعبه، وحكى لي على المشاكل والصعوبات اللي واجهتكم هناك، وقال لي يعني ان شاء الله كابتن حسام مركز بشكل كويس واللاعبين، ومفيش حاجه اسمها استهتار، يعني بنحترم الفريق بشكل كبير عشان نقدر نعدي اي فريق يواجهنا في الفتره اللي جايه. لا اكيد طبعا، وده واضح الحمد لله في التدريبات في الايام السابقه. يعني المجموعه كلها مركزه بشكل كويس وبتتمرن. ويمكن النهارده في بدايه التمرين
كان في معاهم دقايق كده، واشدت بالتمرين بتاع امبارح، يعني كان في تمرين امبارح كانوا متحمسين بشكل كبير جدا، وحتى طلبت منهم قلت لهم يعني يا ريت تبقوا حتى في المباراه بالشكل ده على طول. وهم مركزين بشكل كويس، وفي نفس الوقت عارفين ان المباراه لم تحسم هناك، وان في صعوبات في المباراه، لان الفريق اللي احنا بنلعبه معظمه صغيرين بيجروا كتير، وفي نفس الوقت هيبقوا برضه هنا عندهم امل لسه في المباراه، فان شاء الله نلعب بشكل متوازن باذن الله، وباذن الله ونقدر نحسم المباراه بشكل كويس ان شاء الله. كابتن حسام، ايه المميزات اللي بتميز فريق بطل بروندي في مواجهته مع نادي امبي اللي انت هتبقى واخد بالك منها؟ هم عندهم طبعا معدل الاعمار صغير، بيجروا كتير، في نفس الوقت بيبقى عندهم، هم طبعا ما عندهمش خبره، يعني عندهم اندفاع في الناحيه الهجوميه، اعتقد في يعني على ملعبنا مش هيبقى بالشكل ده، لكن هيبقى عندهم الجراءه، لكن انت عارف مع سيناريو المباراه، وان شاء الله لو في توفيق باذن الله وربنا يعني يبقى موفق باذن الله ونقدر نحرز هدف او اكتر، يعني هيبقى برضه في اندفاع بينهم. ايوه، ان خلاص مش هيبقى قدامهم اي هو كده لازم يبقى مندفع ان هو لازم يحرز هدف هنا في مصر. طبعا هو لازم يدافع، لكن هيبقى برضه بشكل اعتقد بشكل متوازن، لان هو عارف ان احنا برضه عاوزين نحسم المباراه، فاكيد تفكيره لازم يبقى بشكل متوازن، لكن ان شاء الله بقول بمجرد اما ربنا يكرمنا ويبقى في توفيق ونقدر نحرز هدف، هيبقى في اندفاع منه، فاحنا لابد ان احنا يبقى عندنا تفكير والتعامل مع المواقف دي كلها، وتفكيرنا في المباراه يبقى بالشكل دوت، وتشكيلنا وطريقه لعبنا يبقى يعني بيشمل كل السيناريوهات ديت ان شاء الله، فربنا يسهل. لكن الشيء اللي بقول لك اللي بيخلي الواحد ان شاء الله متفائل تدريب اللعيبه وتركيزهم باذن الله واصرارهم، وهم في نفس الوقت بيتعاملوا زي ما عادل بيقول مع كل الفرق باحترام، وعارفين ان المباراه ديت ان شاء الله يعني بتعدي بينا الدور دوت، وده شيء مهم جدا، فان شاء الله نبقى موفقين باذن الله. ان شاء الله. كابتن، موضوع الامن وتغيير الملعب واقامه المباراه بدون جمهور عمل لكم شويه ارتباك ولا ما اثرش معاكم؟ يعني يمكن احنا ما بنتكلمش في الموضوع، والشيء الجيد اللعيبه كمان ما بتتكلمش خالص في الموضوع ده، يعني كله سايبينها للاداره يعني. اهل نفسه، يعني حتى اللعيبه ما اتكلمتش خالص معايا في الموضوع ده، بنتكلم عن المباراه اللي قدامنا احنا هنلعبها، بنتكلم على التدريبات، فاللعيبه مش شاغله نفسها، وانا يمكن بشكل جانبي كده متابع ومع الجهاز الاداري كابتن عبد الناصر وكابتن عبد الزكي ومجلس الاداره، ويعني احنا بنقول لازم برضه في الفتره دي يبقى في تضامن مننا، احنا مش عاوزين يبقى الظروف كلها ضد الامن وضد القوات المسلحه، فاحنا كمان في تضامن مننا، احنا كنا بنتمنى نلعب على ملعبنا، عارفين ان في صعوبه ان احنا نلعب على ملعبنا، فزي الاختيار اللي جالنا لغايه دلوقتي جهاز الرياضه كلنا جاهزين، فربنا يسهل ان شاء الله. ان شاء الله كابتن حسام بالتوفيق، ونبارك لك ان شاء الله بعد المباراه، والمباراه يوم السبت ان شاء الله باذن الله 7 ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك ان شاء الله الساعه 7 ان شاء الله. كابتن حسام بشكرك، وبالتوفيق ان شاء الله في المباراه اللي جايه. عادل، احكي لي بقى، انت قلت بدات في نادي الشمس 13 سنه وتصعدت 14 سنه ونص الفريق الاول مع كابتن حسن وكابتن حسن شحاته. وبعد كده الاهلي اشتراني بقى 17 سنه كابتن ضياء السيد. هو اللي بس كان بدري، يعني 14 سنه ونص دي صغير قوي كان بدري كفريق اول. كان بدري، كنت يعني باين قوي او متالق في الناشئين؟ مش قوي يعني، لا مش لا قوي. ما تطلع فريق اول وانت عندك 14 سنه ونص لا يعني. لا مش قوي يعني. يعني كابتن حسن كان شايف ان انا موجود معاهم، كان بيشوف كان بيتكلم مع مدربين ناشئين مين يبقى موجود، وكان بيتفرج على الماتشات وطلعت معاهم يعني. بعد كده لعبت 3 سنين درجه اولى في نادي الشمس، وبعد كده رحت النادي الاهلي 18 سنه. لعبت 3 سنين وانت برضه 15. ورحت النادي الاهلي وانا عندي 18 سنه، قعدت في الاهلي من 18 ل 22. وبعد كده اسمنت السويس. ما تأيدتش فريق اول ولا تأيدت؟ لا لعبت سنتين فريق اول. لعبت سنتين بس كنت تحت السن. لعبت سنتين تحت السن وسنتين فريق اول. سنتين فريق اول. لعبت سنة لغايه 20 سنه. تمام. وبعد كده من 20 21 و22 كنت مقيد في الفريق الاول ولعبت. وبعد كده لعبت 3 سنين ونص في اسمنت السويس، وبعد كده ده الموسم الخامس ليا في ام بي. في ام بي 5 سنين في نادي ام بي. 4 وشويه يعني. 4 وشويه ان شاء الله هتكملهم يعني، مفيش مشكله. ان شاء الله. عادل، ليه سبت النادي الاهلي او ليه ما كملتش في النادي الاهلي؟ لا انا كان عندي اصابه في النادي الاهلي. كان جات لي اصابه، كنت شبه ببطل كوره يعني، قعدت فتره طويله جدا، قعدت سنه كامله مصاب. كان عندي تجمع دموي على العصب، عصب الساق من ناحيه الشمال ما بين المفصل الركبه يعني. كان عندي تجمع دموي عليه، عمل لي زي شلل مؤقت كده لمده شهر وشويه. يعني كنت بتتحرك؟ لا خالص، كانت رجليا واقعه خالص. لا كان شبه شلل مؤقت يعني. قعدت فتره، سافرت المانيا، رحت للدكتور اعصاب هناك، قال لي برضه كنت ساعتها في الاهلي؟ كنت في الاهلي. في الاهلي
كان عندنا سيمي فاينل 2003. كنا بنلعب بلديه المحله في اسكندريه. ده كاس مصر؟ كاس مصر. وكان عندنا لعبنا فيه فاينل مع الاسماعيلي، كسبنا ضربات جزاء. ففي المباراه السيمي فاينل دي كان جوه بعد المباراه بعد الماتش يعني حصلت لي المشكله دي، وعملت عمليه بعدها وسافرت المانيا، والدكاتره قالوا لي خلاص ما فيش امل يعني. ناس قعدت سنه بتعالج في النادي الاهلي، ولما يعني بدات ارجع واحده واحده. فالوقت اللي انا رجعت فيه كان في لعيبه كتير كويسه جدا في مكاني. بعدت سنه كامله. بعدت سنه نادي كبير زي النادي الاهلي. انا كان ليا رغبه ان انا امشي، وهم كانوا يعني انا برضو مش يعني لو في مكانهم كنت همشي يعني لو كان في مكان النادي الاهلي متمسكين ان هو اللي مش عارفين. لا يعني خلاص يعني مش، وانا كان احسن لي. انا مش من نوع الناس اللي هو ابقى موجود في مكان كبير بس مجرد ان انا ابقى موجود. انا بحب يبقى ليا دور، وبحب ان انا ابقى متواجد وبس. يعني خدت الخطوه، وكان في ريسك شويه ان انا كنت رايح فرقه برضو لسه طالعه من الدوري الممتاز، والحمد لله ربنا كرمني يعني. بعد ما الدكتور قال لك انت خلاص كده مش هتلعب كوره وانت بتقول كان يعني كان عندي كان عندك شلل يعني او شبه شلل. طيب عملت ايه؟ او والله انا سبتها على ربنا، واتمرنت كويس. كنت بتمرن بس هو الموضوع ليه علاقه يعني مش طبعا ممكن يبقى انت اصرارك كده بيبقى ليه دور، بس يعني هو الموضوع عند ربنا طبعا كل حاجه. من الحاجات دي بالذات مهما كان عندك اصرار فيها مش واللي قال لك كده طبيب مصري ولا بره؟ لا الماني. كان رحت للدكتور اعصاب في المانيا، والدكتور كان شيفرهوف، كان هو طبيب النادي الاهلي الفتره دي. كان النادي الاهلي بيتعامل معاه يعني. فالاثنين قالوا لي يعني ده رفض يتدخل جراحي، وده قال يعني امال ايه اللي حصل؟ عملت ايه بقى؟ ما فيش، رجعت مصر. قالوا يرجع 3 شهور 4 شهور، شوف لو في نتيجه تعالى، لو ما فيش نتيجه خلاص. قعدت 4 شهور في مصر، وبعد كده سافرت المانيا تاني. رحت دكتور مصري؟ كنت مع دكتور ايهاب علي. ماشي، بس الدكتور ايهاب دكتور النادي الاهلي، لكن ما عملش جراحه. لا ما عملش جراحه، كنت بتعمل بس علاج طبيعي وكده بس. بعد كده سافرت المانيا بعد 4 شهور. يعني الامور بدات تتحسن شويه. قالوا لي خليك ماشي زي ما انت. وخلاص يعني الدنيا بعدها بفتره كده الامور بدات تتحسن شويه، وبدات امشي وبدات اجري. الحمد لله يعني واحده واحده يعني. الحمد لله رجعت. الحمد لله. مع ان الالمان في الطب شوف يعني سبحان الله. لا هو كان المشكله انا عندي تجمع دموي على العصب. فهو لازم عشان يتشال، عشان تشيله لازم تعمل عمليه، لازم تكحته يعني. فلو انت ممكن تلمس العصب ممكن تقطعه. لكن انت التجمع الدموي ده ممكن مع الوقت يروح. لو في نصيب ان هو يروح هيروح، لو ما فيش نصيب لكن يعني في ريسك شويه. لكن لو في عمليه او حد لمس العصب خلاص بقى مش هيبقى فيه حتى الامل ده مش هيبقى موجود يعني. الحمد لله يعني. كم سنه قاعد دلوقتي؟ انا 30 دلوقتي. 30 عجزت برضه. ليه بقى؟ كابتن حسام سامع وكابتن حسام بص في اول ما تعدي 30 دي. قول لي، عايز برضه اتكلم معاك في نقطه، وانا عارف ان حب لعيبه نادي امبي الكابتن علاء عبد الصادق. هل دلوقتي احنا بقى لنا فتره هو كابتن علاء سايب الفريق من بدايه الموسم بعد الاخفاق شويه في الدوري في البدايه، يعني بقى له 4 مثلا شهور او 5 شهور. مظبوط. حسيتوا فرق بعد ما كابتن علاء مشي؟ هل لسه بتتكلموا وبتتصلوا بيه اكيد طبعا. اكيد كل لعيبه بتتكلم. بص انت يعني لما بتبقى متعلق بحد بتقعد فتره طويله في نادي. وانا عارف طبعا ان كابتن حسام البدري من النوعيات اللي هو يعني بيتحكم في كل الامور. هم الناس المقربه كان هم علاقاتهم بعض كويسه جدا. بالزبط. وبص برضو عشان يعني كان في برضو اقاويل اتقالت، يعني كان في كلام كتير قوي في الموضوع ده. يعني لو في حد تاني برضو غير كابتن علاء بنفس شخصيه كابتن علاء كنا هنبقى برضو مساندين ليه. احنا برضو احنا كنا عايزين نثبت يعني او نوصل للناس ان احنا يعني ما بنبيعش اي حد بسهوله. يعني اي حد برضو مكان كابتن علاء مش عايزين نفرط فيه بسهوله. ايوه. فطبعا الاداره ليها رؤيه، وانت مش عمر ما اللعيب هيبقى ليه وصايه على الاداره. بس احنا كنا بنحاول نوصل وجهه نظرنا. راجل يعني من الناس اللي اسست نادي انبي، يعني كان في ناس موجود قبل كده بتاسس، الراجل اضاف لهم كتير قوي وكان ليه دور. وما اعرفش هم الناس ممكن تكون شافت ان المرحله دي مش مرحله كابتن علاء، ودي سنه الحياه طبعا. ما فيش حد بيفضل في مكانه فتره طويله. بس هو اتاثرتوا انتوا كلاعبين من الناحيه الاداريه ولا الامور ماشيه سيستم لا هو ما فيش حد بيتعامل مع يعني ما فيش دلوقتي ما فيش مدير كوره مكان كابتن علاء. بس يعني لحد ما يعني قصدي ان كان كل المشاكل بتتحل عن طريق كابتن علاء. اي حد لعيب عايز حاجه مثلا مستحقات مش عارف ايه او اسئله ممكن. دلوقتي اعتقد ان كابتن حسام البدري مش هو اللي بيقوم بالدور ده. يعني بيقوم بجزء، وفي في 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 الاداره بتقوم بجزء تاني. هم بيحاولوا يعني الاداره برضو بتحاول تبقى موجوده عشان تحاول توصل الدور اللي كان موجود بيه كابتن علاء. هو يعني الدنيا برضو كانت ماشيه قبل كابتن علاء موجود، بس بشكل ممكن يكون كابتن علاء مش موجود والدنيا تمشي بشكل تاني.
هو ممكن تكون كل مرحله ليها تعامل معين يعني، فمش. طيب نروح لمحمد شعبان في نص الملعب، ومن اللعيبه المميزين جدا، وقال لي قبل ماتش الزمالك وامبي في النهائي، قال لي امبي هيكسب يا كريم. ازيك يا محمد؟ حبيبك يوم انت لسه فاكر؟ انا هنساها يا محمد ابدا. ما تزعلش الناس مننا بقى. لا يا محمد عادي، دي كوره وانت راجل بتخلص لناديك يعني بتجتهد، ودي كوره ما حدش يزعل ابدا لما اللعيب يكون مخلص لناديه ويحاول يدافع عن فرقته. حبيبي يا كابتن ربنا يبارك لك. انا في البدايه بمثل على حضرتك طبعا يا كيمو، الله يخليك. البرنامج الجميل طبعا اللي انا متابعه. الله يخليك يا محمد. وبمثل طبعا على كابتني التاريخ طبعا كابتن عادل. اول ما شفته على التلفزيون قمت ماشي يا كابتن. قول لي يا شعبان، يعني لسه كنت بتكلم مع كابتن حسام، بتكلم مع عادل على المباراه اللي جايه، وكابتن حسام وعادل قالوا احنا مركزين بشكل كبير جدا، عندنا اصرار وتركيز اللي احنا نكمل البطوله دي، هي الوحيده اللي باقيه لنا، فعايزين نتمسك بيها ونكون موجودين في الكونفدراليه ان شاء الله. والله يا كابتن صح، انا هاخد من كلامك ومن كلام كابتن حسام وكابتن عادل. هي القصه فعلا صعبه جدا جدا، يعني يمكن كابتن عادل مصطفى لخص لك القصه ماشيه ازاي بالنسبه للكوره بعد ما اتلغت يعني. ايوه. عايز اقول لك ان في شريحه كبيره جدا من الناس متوقعه ان احنا بس مستفيدين من الكوره. ان كل لاعب فيه 25 30 لاعب هم دول بس مستفيدين من الكوره. انت لو جيت تشوفها يا كابتن كريم هتلاقي القصه صعبه جدا، هتلاقي 3-4 مليون ناس قاعده خلاص، فيهم ناس دلوقتي شغاله على تكاتك. عيب لعيب كوره يبقى شغال على توك توك ولا شغال مع بقاله ولا حاجه صعبه يعني. بالنسبه للماتش اللي جاي ده يا كريم، الماتش صعب جدا لان الفرقه دي بتلعب كوره، فرقه بتحضر من تحت، مش مستعجلين، ما بيشتتوش، اللي هي الفرقه اللي تتعبك لانها هي بتلعب كوره. فالحمد لله ربنا كرمنا طبعا، وكرم كابتن عادل بالبين اللي جالنا ده في الاخر وتعادلنا بيه، يعني لحد ما نتيجه ايجابيه طبعا. أي. لكن الماتش اللي هنا هيبقى صعب لان هم مش هيبقوا باقيين على حاجه، ما عندهمش حاجه يخسروها. واصعب حاجه لما بتلاقي حد هو ما عندوش حاجه يخسرها. ايوه. فهتبقى القصه صعبه علينا جدا. بالفعل احنا مركزين الحمد لله، بنتمرن كويس. قصه بقى الماتش هيتلعب فين دي، احنا شايفين ان الماتش هيتلعب في اي مكان. خلاص في جهاز الرياضه ان شاء الله في ملعب طلائع الجيش ان شاء الله يتلعب مكان ما يتلعب، المهم نكسب عشان على الاقل نكمل في حاجه رسمي، لان بيني وبينك الماتشات الوديه والتمارين عمرها ما بتعمل لاعب ولا بتعمل نفس. طب قول لي، انت كنت موجود في معسكر المنتخب في قطر، ايه الاسباب اللي انت مش موجود معاهم في السودان؟ ما تخبطش والله. بص من غير ما تخبط عشان ما خلصش عليك. لا بعيد عن الدبلوماسيه، هو في حاجات في قصه المنتخب دي هاجي لك بقى حلقه. ده قصه كبيره يعني. طب قول لنا واحده صغيره عشان اخلص عليك، واحده صغيره بس قد كده. ما هو خلص وعايز حلقه كامله. والله ما تقطيع، هي القصه كلها ان الراجل جديد، الراجل ما يعرفش يعني مش عايز اقول لك 80% من الحاجات اللي بيعملها كابتن ضياء طبعا. هو مدرب محترم وانا بحبه طبعا، وانا ما اقدرش اتكلم على مدربي، انا اختارني ما اطلعش اشكر فيه، ما اختارنيش اطلع اقطع فيه، مش دي الكوره. لكن في حاجات كتير، في حسابات كتير الراجل مش هو ممكن يعني عشان كابتن ضياء كان في امبي قبل كده معاك يا شعبان؟ لا انا كنت في بتروجيت الفتره دي. طب ايه علاقه كابتن ضياء باللي يعرفه او ما يعرفوش؟ ما اقصدش يعني، هي في حاجات كتير قوي يعني، في حسابات تانية مش كوره بس. حسابات زي ايه يعني؟ والله انا شعبان خلاص كفايه كده حساب مثلثات كفايه كده يا شعبان. طيب يا شعبان بس بقى الاستوديو بقى يا كابتن. طيب خلاص ماشي، بعد الماتش بقى ان شاء الله. ان شاء الله قول لي طب كده يعني، طمني الاهلي والزمالك هيعملوا ايه؟ يا دام انت راجل بتنجم كده. مش بنجم والله، هو انا شايف ان الاهلي فرصته هتبقى يعني احسن، لان طبعا برضه نتيجه هناك كويسه، وفي نفس الوقت الفرقه مش على مستوى عالي. هي القصه كلها تبقى في الفرقه اللي بيلعبها الزمالك دي، لان طبعا انت عارف مباريات افريقيا دي ما بتلعبش تيم بس، انت بتلعب تيم وجمهور وملعب وحكام، فالقصه هتبقى صعبه عليهم جدا. وفي نفس الوقت فرقه كويسه، لكن ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق باذن الله. يعني الاعلام برضه يا كريم، انا مش عارف خسروا الزمالك قبل ما يروح يعني. ما انا لسه كنت بتكلم في النقطه دي والله، بقى لي يومين ثلاثه. لا ان شاء الله تمام ان شاء الله، وان شاء الله يرجعوا لنا بالمكسب باذن الله. يا رب يا شعبان، واشكرك ان شاء الله واتمنى لك التوفيق في الماتش. حبيبي يا كابتن. الله يخليك يا شعبان. شعبان شكله كده هيعمل لنا كارثه. عادل انا شايف ما تجيبوش، لو بتحبه ما تجيبوش والله. لا انا بكرهه بصراحه، هجيبه. طيب قول لي ايه رايك في الاهلي والزمالك وموقفهم في دوري ابطال افريقيا وفرصتهم في الصعود لدور ال16؟ هو مبدئيا طبعا الاهلي يعني عمل نتيجه كويسه في اثيوبيا، وان شاء الله يعني ربنا يكرم ويعمل نتيجه كويسه. اتفرجت على الماتش؟ لا كان في وقت يعني، كان يوم ماتشنا. انتوا كنتوا صحيح مسافرين. وبالنسبه لموضوع الزمالك، انا شايف ان الزمالك ما بتتكلمش على نادي درجه ثانيه، يعني بتتكلم على الزمالك نادي بطولات، والراجل يعني نادي واخد 5 بطولات افريقيا وافرو اسيوي، فما بتتكلمش على نادي صغير ان هو يبقى كسبان 1-0 ويروح هناك يتغلب يعني.
فحكايه ان الاعلام كله يعني شايف ان نادي الزمالك هيخسر دي، انا شايف ان دي حاجه كويسه. دي حاجه كويسه، انا شايفها حاجه كويسه. مصر يعني مصر اي حاجه بتتكتب في الاعلام عكسها، هو يعني عكسها بيبقى حاجه يعني بيبقى تحفيز شويه. لو هو دافع دافع تركيز يعني قبل مباراه الكاس مع الزمالك وانبي الناس كلها الزمالك خد الكاس 99% وواحد لانبي، يعني واحد ده كتر خيره اللي والدنيا اتعكست. كاس 2010 برضه الناس كلها كانت رايحه ومصر يا رب نطلع دور الثمانيه وخدنا بطوله، ونفس الموضوع في 2008. ايوه. فاحنا يعني الموضوع عندنا ممكن يبقى موضوع نفسي شويه. ما ينفعش ان انا ادي الموضوع اكبر من حجمه، ان انا خلاص كسبان 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 ولا نفسي خسرت. صح. وفي نفس الوقت ممكن يكون الناس كلها بتقول ان خساره النادي الزمالك دي ممكن تبقى حافز ليهم، وانا شايف ان هو يبقى حافز ليهم. الاعلام بيأثر عليك كلاعب يا عادل؟ لا انا شخصيا لا، بس هو بيأثر على ناس كتير. بيأثر على ناس كتير. انا واحد من الناس مش بحب حد، يعني لما بكون ماشي كويس كمان مش بحب اقرا اعلام قوي، ان هو ممكن يكون يعني بيزودها معاك شويه، بيحسسك ان انت بقيت حاجه كبيره قوي قوي، وانت ممكن ما تكونش، يعني الامور مش مستاهله. يعني هنا في مصر بنكبر بيضخم قوي وممكن يديك اكتر من حاجه بكتير جدا. فانت لو انت مش سوي يعني او مش بفكر كويس ممكن تاخد الكلام ده تروح تحس ان انت بقى خلاص حاجه جامده. والعكس ممكن يكون انت مش موفق كويس ومش موفق مش وحش ويخلص عليك خالص. بس يعني بص، ومعظم في ناس كتير جدا، يعني في حاجات كتير جدا بتتكتب في الاعلام. يعني ممكن تلاقي واحد يعني صاحبي بيكتب في الاعلام ممكن ما يكونش اتفرج على الماتش اصلا اساسي. يعني في ماتشات يعني بشوف يعني بتفرج عليها مثلا، بتصادف بقرا جورنال ببقى يعني الاثنين مع بعض، بربط الاثنين مع بعض بلاقي كلام مختلف خالص غير الماتش. فبحس ان انت ما شفتش الماتش. وممكن تلاقي صاحبي بيكلم لعيب يقول له اديني اخبار الماتش ايه، انت عملت ايه النهارده مش عارف ايه، وتلاقيه كتب على هذا الاساس. فانت المصدر بيبقى مش موثوق منه. فانا مش هينفع انا حاسس بحاجه زي كده واطلع كل يوم بعد ماتش اروح اقرا الجورنال يقول لك النجم عادل مصطفى عمل كذا كذا وانا ما كنتش عامل حاجه. فانا لو مش سوي ومش فاهم ده كويس هاخد المعلومه وهبدا بقى ايه. فاكيد بيعمل مشكله حاجات. في ناس محترمه بتكتب كلام محترم وبتنقد نقد محترم وممكن يتكلم كويس جدا، استفاد منه كويس جدا. وممكن واحد يتكلم كلمه في حقي مش كويسه، ممكن اخدها ان انا لو انا راجل فاهم وحاسس ان انا فعلا مقصر في الوقت ده اخد الكلام ده ان هو يبقى حافز ليا واعمله. لكن احنا للاسف برضو احنا ثقافات اللعيبه عندنا يعني مش عاليه شويه، فبياخد الكلام ممكن ياخده بالمحمل الغلط وياخده ان هو ينزله. في ناس كتير جدا نجوم بدات بشكل كويس جدا وكلام كتير عليها جدا 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 وبعد كده مستواها بدا يقل. وفي ناس ممكن تكون اعلاميا قليله بس بتأدي بشكل كويس عشان ممكن يكون الاعلام بعيد عنها شويه. وعندك امثله كتير جدا. يعني شوف في حرس الحدود وفي انبي وفي بتروجيت كان في لعيبه كتير جدا اعلاميا قليلين وماشيين بشكل كويس. ايوه. يعني مش عايز اذكر اسماء عشان ما انساش حد، بس في لعيبه كويسه كتير. وفي لعيبه الاعلام بيضخمهم، ممكن تكون في الاهلي والزمالك ما بيديش بشكل مطلوب فبتحس ان هو بيقل. لما بيركز معاك قوي بيحس ان انت الدنيا بتهدى معاك شويه. في موقف حصل معاك مع الاعلام وكان مشكله مثلا ودخلت في مشكله جامده ولا ما تعرضتش لموقف اعلامي صعب؟ الحمد لله. حتى وانت في النادي الاهلي، لان دايما الانديه النادي الاهلي مره في شويه الضوء عليهم اكتر. يعني ممكن مره في النادي الاهلي كان حصل مشكله في ملعب، او ما كانتش مشكله يعني كان حاجه بسيطه قوي كده، فطلعوا قال لك عادل مصطفى مشاغب. كان اول حاجه تتكتب عني مش كويسه. فانا مش من انا عمري لا عملت مشكله مع حد ولا بشاغب مع حد. ففجاه بعدها بيوم لقيت الراجل اللي كتب عليا نفس الحاجه ده عادل مصطفى نجم مش عارف ايه. فحسيت ان ايه ده، طب ازاي يعني يا اما مشاغب يا اما نجم يعني. لا هو مش حكايه مشاغب او نجم، هو ممكن يكون موقف مثلا شافه عليك وبعد كده الموقف اتغير. لا ما كانش في موقف. ما كانش في موقف اساسا. بص هو المشكله ان احنا ايه، معظمنا الاعلام بيبقى مسموع، بتسمع فبتقول وممكن تكون ما شفتش حاجه فمش عارف توصلها بشكل كويس. ايوه. بس في حاجات امثله كتير جدا لمواقف لزمايلي بتبقى قدامي وبلاقيها في الجورنال بشكل مختلف. فحاجه بتبقى بتضايق شويه. قول لي انت ما عندكش طموح ان انت تلعب في نادي اكبر من امبي او تحترف خارج مصر؟ انا نفسي بصراحه كان يعني المفروض من السنتين اللي فاتت دول كان مش السنه اللي فاتت اللي قبلها كان جاي لي كذا حاجه كتير، كان جاي لي حاجات كتير من بره بس ما حصلش نصيب ان انا اخرج. يعني دول الخليج ولا لا كان جاي لي حاجه من روسيا. بس الدنيا ما مشيتش شويه. وكان جاي لي حاجه برده من اوكرانيا، وكان جاي لي حاجه من بلجيكا، وكان في دول عربيه بس الامور ما مش يعني المقابل المادي ممكن ما يكونش عالي شويه. فاحنا في مصر برضو عايزين اللعيب يطلع بحاجات كده. يعني انت الموضوع ما مشيش من ناحيتك ولا من النادي امبي
ما رضيش يسيبك بمبلغ بسيط. انا من الناس اللي هو يعني بحب لما حد يجي يتكلم ما بقولش السمسار بتاعي اصلا حد جايب لي. بحب النادي يبعت فاكس رسمي اللي انت جايب لي. أيوة. فكله طبعا بيبقى عارف الاسعار، ما برضاش يبعت حاجه. مع ان انا ممكن اتعامل ان انا اسيبه يبعت فاكس واروح معلي سعري في النادي. أيوة. زي ما ناس كتير بتعمل يعني. بالظبط. بس انا مش بحب الطريقه دي، يعني مش بحب ان انا بتعامل مع النادي باسلوب مقايض ده. عادل، نتمنى لك التوفيق ان شاء الله، واتمنى اللعيبه والجهاز الفني سلم لي عليهم كلهم، وان شاء الله يعني التوفيق في الماتش اللي جاي، ونشوفكم ان شاء الله في دور ال 16 باذن الله. يا رب ان شاء الله. والتوفيق ليك شخصيا يا عادل، ان شاء الله تعمل ماتش كويس ان شاء الله. امين يا رب. بس تبدا بقى المره دي كابتن حسام البدري يبدا. هو سامعنا بقى اكيد دلوقتي بقول له بشكرك يا عادل، وان شاء الله التوفيق لنادي امبي في المباراه اللي جايه، وزي ما قلنا التوفيق لكل الانديه المصريه ان شاء الله، نادي الزمالك والنادي الاهلي، وتخطوا الدور ال 32 ووصلوا لدور ال 16. بشكرك يا عادل، شرفتني وسعيد بيك جدا. بشكر كل المشاهدين، كل طاقم العمل، وبكره ان شاء الله حلقه جديده مع كوره كل يوم.